نعم، وبيندم عليه كمان. بعدين بندم عليه بعدين انه انا شلون حكيت فلاني هيك، انا شلون هيك عصبت علي، شلون حكيت. لذلك دائما بنبتعد عن التوتر وبنبتعد عن التواصل باوقات التوتر. بيجي بعنا الباب اللي بعده الثقة بالنفس. اذا بدك يعني تساعد شخص، بدك اظهر له انه انت فعال، انت واثق من نفسك. لا تستهون بنفسك انه هيك عم تحكي خجلان، او تحسسه انه انت صوتك نايس، انه انت ضعيف. لا، خليك هيك ثقة بالنفس. خلي الشخص المقابلك يعني ما بده مثل ما بقولوا يسمعك يسمعك. وبرجع بحكي انا ما بس عم بحكي على الاستقطاب، عم حكيكم بشكل عام. ولكن في امور عم بحكيها انه هلا مبدئيا بتحكي عن الاعضاء الجدد والاستقطاب، ولكن انا عم حكيكم بشكل عام. وبرجع بكرر هذا علم انا طورته ضمن دي اكس ان وبابواب دي اكس ان وبعملنا، ولكن هو علم يدرس بالجامعات وانا درسته بالجامعه. ابو الوليد بعد اذنك بس قبل ما تتابع الصوره عندك، هي صوره واحده ولا عم تتغير الصور؟ لانه عندي ظاهره ثابته صوره واحده. تمام ابو مازن، هلا صوره واحده. تمام. هو لازم نقلب على هاي الصوره. يلا تمام. بنيجي عنا الموضوع اللي بعده وضوح الصوت. بوضوح الصوت والابتعاد عن كل يعني نبعد عن كل شيء بشتتنا، والتركيز مع يعني الطرف اللي عم نتواصل معه، وبنضبط صوتنا والانتباه لنبرة الصوت. يعني فرضا في ناس على سبيل المثال بدها تتواصل مع شخص وبتعرف هاتفه واقع بالمي على سبيل المثال، ما فينا تحكي. انا هون فيني مباشر فرضا انتقل لجوال ابني بنتي زوجي. اذا انا اليوم شغلتي مؤقته مشان انا اكون تواصلي معها صح، ما بروح بحكيها وصوتي عم يقطش لا تفهم علي ولا افهم علي، وبين هنا قدامها انه انا ما لي علاقه برياده الاعمال. قدر الامكان لو شو ما كان وضعكم، لو شو ما كان جوالكم، لو شو ما كان ظروفكم، لو قاعدين بخيمه لازم تظهروا للناس هذا ما تصلنا. ولكن بالاخص الناس الجدد لازم تظهروا لهم انتم رياده اعمال. اليوم نحن عملنا عمل رائع، عمل فخم. لذلك دائما يعني لازم نعطي صوره عنه انه ايضا لحنا يعني بغض النظر وين عايشين وين ما كنا، نحن ان شاء الله قد ودود لهذا العمل، ونحن ان شاء الله بنعيش الجو وان شاء الله بنوصل لهذا الجو ونكون باحسن الاحوال الماديه ان شاء الله وكل الامور. هلا بيجي عنا اوقات التواصل. هلا في دائما شو اسمه تحديد موعد. يفضل حدد موعد يا اخي. طيب انا اوقات وحده بتحكي برا حكتني بالليل او حكاني بالليل، بيجي بقول له يلا نقعد نحكي. لا، بكره الصبح اذا فاضيين حكوني. الظهر او وحده بتقول لك انا والله برجع من الشغل الساعه 3 4 بنحكي. ايه، تحديد موعد الافضل. حدد موعد ونحترم اهم شيء التوقيت المتاخر. انا ما بيجي وحده والله فرضا اولادها بالبيت وزوجها بالبيت، او زلمه راجع من بيته فرضا بده ينام على بكير بيجي بيمسكوا 10 بلدي. لا، الوقت متاخر. حسب اليوم انا بلاقيه عم ياخذ ويعطي مع احتمال خلص تلاقيه رغبان، ولكن بضل دائما انه بعمل نهايه للحديث. اذا لقيته هو عم يفتح حديث الشخص او الاخت او الاخ انه بده يكمل يعني ضمن العمل وضمن الشيء اللي عم تحكوا فيه، بكمل معه تمام. ولكن بالنهايه ما بدنا ننتقل باوقات متاخره عن الناس. تمام. وفي وقت العطل كمان انتبهوا. وقت العطل انا بيجي بمسك وحده وقت العطل بقول له والله يا فلاني بدنا نحكي طيب معطلين الجماعه يعني اتركونا هاليوم. الجماعه بده تقعد مع زوجها اولادها اهلها عيلتها، بده يروحوا فرضا على بيت اهلها تروح على بيت اهله. لذلك دائما يعني خلينا نحترم وقت العطل للناس كمان. طبعا عم نحكي اذا هن فرضا ما تواصلوا معنا، انه نحن قدر الامكان ما نتواصل معهم الا للضروره. طبعا صوتي لهون واضح؟ واضح ابو الوليد، الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيك. وفي عنا موضوع المرض. تمام. اليوم في وحده تواصلنا مع ايه اختي شلون والله مرضاني تعبانه، ومبين من صوتها مبين من ظروفها. ايه،
معلم نتركها، بنتفقدها. شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تحسنتي. نتركها يومين ثلاثه، ما بنضل وراها. خلص مرضانه، المرض بده يومين ثلاثه كذا، بس بنطمن عليها، بنحسسها انه نحن عائله وحده ونحن بنطمن على بعض. تمام. العزاء يا اخي ناس عندها وفاه ايضا، كمان انتبهوا لهذا الموضوع. خلص بنعزيها، بنعزيه، بنسلم عليه كل يومين مره كذا، يعني 4-5 ايام راح ينتهي الموضوع. وبالاخص اذا عزاء لحد مقرب يعني كثير له، هذا بدنا نراعي ظروفه، ولكن نوقف جنبه ونقويه، ما مشان العمل، لا مشان نحن انه اخوي، لانه نحن شركاء، لذلك بنوقف وبنقوي بعضنا وبنصبر بعضنا. الافراح ايضا وحده، والله اليوم انا عرس اختي، والله اليوم عرس اخي، والله اليوم فرن عندي فرحه، عندي كذا، على سبيل المثال اي شيء. اليوم نحن كمان بدنا نحترم الناس وافراحها وفرحانه، نجي بنسكن، ما كل شيء كمان دي اكس ان، وما كل الاوقات دي اكس ان. لازم نعيش ايامنا ونعيش اللحظات كلها، لانه اذا نضل دي اكس ان دي اكس ان دي اكس ان بكل الاحوال، لا بنحدد اوقات معينه، بنحدد مشان ما نقصر على واجبات بيتنا، على اولادنا، على زوجنا، وعلى شغل بيتنا. وفي كلنا عايشين الاجواء وزياده، والحمد لله متابعين، ولكن ما مقصرين شيء على حساب شيء ثاني. ودائما نتواصل معهم حسب رغبتهم. يوجد ناس لا تحب الاتصال. طيب يا جماعه، في ناس بتمسك مباشر بتدق اتصال، خير ان شاء الله، ليش اتصال؟ انا على سبيل المثال لو كان قديم معك، شخص قديم، طيب انتم عم تحرجوه، مدري يرد عليكم. انا يا اخي، انا واحد من الناس ابو وليد ما بحب الاتصال. انا بين ما اقعد احكي اتصال ربع ساعه 10 دقائق مع عضو من اعضائي، انا بكون حليت 1000 قصه عبر الواتساب، بكون حليت 10 رسائل، ناس عم تبعث لي عم رد على هذا وانتقل على الثاني والثاني، ما بشتت حالي. انا واحد من الناس يعني. في ناس هي بتطلب اتصال، تمام بحدد موعد وبنحكي اتصال، بس ولكن انتبهوا، يعني في ناس لحتى اوقات جدد ما بيأمنوا لكم يبعثوا صوتيه، بحبوا كتابي ما عليه دائما، وبالاخص الاعضاء الجدد عم يتواصلوا معكم اتركوهم. لقيتيها انه عم تكتب لك كتابي، ما عليه، بالعكس انت سمعيه صوتك انت، طمنية انه انا فرضا معك، انا واضحه، انا شخص يعني مثل عم موضح عن حالي، ماني انه والله انت بتكتب كتابي وانا بكتب كتابي ونقعد نقضيها بالاشارات. لا لا، في عنا طريقة التواصل، هاي أهم شيء. أنا اليوم بدي أتواصل مع شخص، خلينا نقول حددنا موعد ولا ما حددنا موعد، لشو ما كانت الظروف. أول شيء وهاي مهمة، يكون عند الإنترنت قوي. ما أنا عرفان عند الإنترنت ضعيف وخربانة والكهرباء عم تنقطع كل 5 دقايق وتيجي، بدي أجي أعمل تواصل فعال؟ أكيد لا. شو هالتواصل الفعال إذا من أساسه إحنا حكينا في تخطيط؟ انا بدي اخطط وجهز، مثل ما بقولوا شو بدي احكي وكل شيء مجهز حالي، يا سلام طريقه التواصل عاطله، ما بصير. بدنا نبتعد عن التواصل في حال الانترنت ضعيف ونأجل الموعد، ما فيها شيء. تأجل الموعد وتعتذري افضل ما انه نقضيها حكي وما نفهم مع بعض ونتشتت ونبين قدامهم انه ضعفاء. انا هاي بسميها ضعف، لانه ليش؟ انا فيني اعتذر وفيني كذا، لا جازفت ولا بدي اتواصل والنت ضعيف،